السلام عليكم. النهاردة في وصفة جديدة، طاسة السجق بأبسط المكونات. ويلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. أنا جبت فلفلاية حمراء وجبت بصلاية وست سبع فصوص توم، ضربتهم كويس جدا وبصفيهم من المية، والمية بتاعة الفلفل مش هنرميها، هنستخدمها في طاسة السجق. وجبت واحد فينو حطيته معصور وحطيته على الفلفل. ودلوقتي البهارات، حطيت نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت 2 معلقة كبيرة بهارات السجق، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة كزبرة، فلفل اسود وملح. وحطيت معلقة صغيرة 7 بهارات وشطة، 2 معلقة كبيرة نشا، ربع معلقة بيكنج باودر. وضربت المكونات كلها مع بعضها. ودلوقتي بشكل السجق. انا جبت كيس نايلون وحطيت عليه بخة زيت عشان السجق ما يلزقش. ودلوقتي بشكله بثلاث طرق. اول طريقة بالسكينة وكلها بتدي نفس النتيجة، تاني طريقة بايديا، وتالت طريقة بالمعلقة. اللي يريحك اعملي بالطريقة اللي تريحك. طلع كمية بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي بسويه على البخار. وبعد ما سويته دلوقتي بنعمل طاسة السجق. احلى طاسة بصراحة وريحتها تحفة. جبت بصل جوليان وجبت توم وجبت فلفل الوان وطماطم وصلصة وسكر ومية، وحطيت كمان عليهم المية بتاعت الفلفل. وطبعا ما نسيتش ان انا احط السمن. وربنا يحسن ما بين ايدينا، طلعة جميلة وتحفة.